ياه، انا مش مصدق ان انا اخيرا رجعت البيت. ده كان اصعب اسبوع ممكن يعدي على واحد في حياته. اصعب ايه يا عم انت بتحرس سفيرة الدنمارك وهي قاعدة على البحر بتصيف في شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ هو في زي شرم الشيخ؟ يا ريتني ما اتسرعت وطلقت بدري كده. اهلا ابني حبيبي هنا. وحشتني يا حبيبي، وحشتني خالص. انت كمان وحشتيني يا ماما. تحبوا نسيبكم مع بعض عشان تعرفوا تاخدوا راحتكم؟ ريشو، بعد بكره عيد ميلادك، فاكر؟ اه طبعا، هي دي حاجة تتنسي؟ سنة جديدة تقربني للحالة دي. اعمل حسابك الساعة 9 إلا 10 بعد بكرة تبقى مستعد علشان أديلك بوسة لحظة الولادة. اكيد يا بابا بقى مستعد. هروح منك فين يعني؟ منين ما اروح هتجيبيني. بس ما تخلينيش أجيبك من الحمام زي السنة اللي فاتت. ماما، فاكرة الصورة بتاعتي دي كانت صورتي في أول عيد ميلاد ليا. حلوة، كنت زي القمر. كنت بضحك وملغمط بقي شوكولاتة. أكيد دي كانت حفلة عيد ميلاد جميلة قوي. ما كنتش أنت لسه جيت. ما كانش في حفل. امك لغمطت وشك بالشوكولاته وانت ضحكت زي لهبل وانا يا دوب خدت لك الصوره دي. خليل، إيه ده؟ إيه يا بابا؟ إيه الكلام ده يا ماما؟ لا أصل الأطفال الصغيرين في السن ده أساسا ما بيعرفوش يعني إيه عيد ميلاد. بيبقوا هوخ. بص يا حبيبي، احنا عملنا الحكايه دي ولغمطناك كده وصورناك عشان لما تكبر يتهيأ لك انك عملت عيد ميلاد بجد. طيب وصورة هشام؟ دي كانت حفلة عيد ميلاد بجد؟ طبعا، ده احنا عملنا له حفله عيد ميلاد تجنن. لا اصل يا حبيبي، كل الاهالي ممكن يغلطوا في تربيه الولد الاولاني، لكن لما يبقوا طيبين وحنينين مش ممكن يكرروا الغلط مع الابن الثاني ابدا. بس كانت غلطة كبيرة يا ماما. خليل، من فضلك ولع الدفايه، مش عارفه بردانه ليه النهارده. بتسحب كهرباء كتير. يعني نموت من البرد عشان انت توفر كام جنيه؟ بيقولوا لك حراره الجسم بتطلع من الراس، يعني تقفلي بقك. بابا انا كمان بردان. بردانه يا بسكوته. روح بالكم. لا، العيال لسه ما ناموش. اوعى كده، اوعى. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ بردانه، انا بردانه. خلاص هولع الدفايه. نص ساعه مش اكتر. ايه الصوت ده؟ ده يا بابا زي ما يكون صوت طقطقة. والله انا افتكرته صوت كركره. يعني الدفايه باظت. لا استنى يا بابا كده. حاسب صرصار. ايه ده؟ في حاجة جوه. بصوا اللي بيعمل صوت ايه؟ ايه ده يا هشام؟ ده غدا كازوزة، بس نوع قديم قوي، واحد ما شافوش من ايام ثانوي. معقول يا خليل انت بترمي غطيان الحاجه الساقعه في الدفايه؟ مش انا متعود اشرب الحجم الكبير اللي الغطا بتاعه بلاستيك. امال ده جه منين؟ ايوه افتكرت. فاكرة يا ماما لما كان عندنا مذاكرة وانتوا رحتوا
حفلة في البيت من ورايا؟ لا يا ماما، ما كانتش حفلة، دي كانت سهرة. كان في بنات؟ ماما ده كان من 15 سنة بقى. الله. بس أنا لسه عارفة دلوقتي. عملت كام حفلة من ورايا ولا دي كانت الحفلة الوحيدة؟ خلاص تبقى عملت. كدبت عليا كم مرة قبل كده؟ كنت بتدخن؟ تقصدي في الحفلة؟ يا نهار اسود، تبقى كنت بتدخن. ايوه بدخن ايه بالظبط يعني؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ماما مش للدرجة دي بقى. الله. أنا قلت لك كم مرة ما تدخنش؟ قلت لك اوعى تدخن، اوعى تعرف العيال الوحشين، اوعى تعمل أي حاجة في حياتك. كدبت عليا كم مرة بعد كده؟ اي دي كانت المرة الوحيدة. كذاب. دلوقتي أنت بتكذب على أمك. ماما عادي بقى، ما كل الولاد بيكتبوا على امهاتهم. أنا ماليش دعوة بكل الولاد، أنا ليا دعوة بابني. ابني اللي كنت ماسك فيه، ابني اللي كنت كل ما أبص له أقول ده الولد الهادي الطيب. تاني كل نظرة منك كنت بتمثل عليا. ماما خلاص انا اوعدك ان ده مش هيتكرر. انا كنت ولد وحش جدا جدا، بس كنت اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص تعملش أي حاجة بعد كده. خلاص. فاطمة رشدي. اخصى عليك اتش. انا شخصيا ما كنتش انتظر منك الاخلاق البطالة دي. زكي رستم. اخص. هشام احنا عندنا كوبايات على فكرة، ممكن تستخدمهم. ايه بقى؟ النهارده عيد ميلادي. ماشي، لو دي الشقاوة اللي انت عاوز افوتها لك يوم عيد ميلادك انت حر. اهو مش هشرب عصير تاني. بقول لك ايه، بمناسبة الشقاوة بقى، انا طالب النهارده ايه؟ استاكوزا. ماشي؟ كل سنة وانا طيب بقى. كل سنة وانت طيب يا هشومة. وانت طيب يا بابا. ايه ده؟ هديتك. الله، ميدالية من كله ب2.5. متنساش الكيس ده لوحده ب2.5. ماشي يا بابا ماشي. متشكر جدا. ومكلف نفسك ليه بس؟ ازيك يا ماما؟ كويسة. لا واضح. طيب يا ماما، يلا بقى اعملي كل اللي انت عايزاه. هزقيني وزعقي لي. يلا انا جاهز اهو. يلا طلعي كل الزعل اللي جواكي. ماما يلا. أنا مش زعلانة، أنا مصدومة مقهورة حزينة على خيبة أملي فيك. اهبطي يا كوثر، اهبطي. ما فيهاش حاجة ان الواد خرج عن طوعك زمان وهو عيل صغير. ويخرج عن طوعي ليه؟ وانا كنت كاتمه على نفسه؟ لا انت لا خالص يا ماما خالص. على فكرة بقى، انت كنت اسعد طفل في الدنيا، دلع ولعب وطبطبة. وانا فعلا احسن ام ممكن تقابلها في حياتك. على فكرة انت احسن ام ممكن اقابلها في حياتي فعلا، وانا لازلت اسعد طفل في العالم من زمان. عارف، انا عمري ما قلت لك الكلام ده في وشك عشان ما ازعلكش، بس انا طول الوقت شايفك واد خير يا ابن امك. لا انت قلت لي الكلام ده كتير قوي على فكرة. كنت غلطان انك اكتشفت دلوقتي انك انت واد شقي. خد كمان شقي قوي. طب يا بابا عن اذنك، عن اذنك. فاكر ولا الجماعة اللبنانيين اللي كانوا يصيفوا قصادنا زمان في العجمي؟ بابا ايه الكلام ده؟ جفك معاك شوية يا هشومة يا جنة.
لابس. دي فقرة شجاع السيما. ايوه والمفروض الفقره دي تبقى احلى فقره في عيد ميلادي كله. ماشي، حوش يا حواشي. حلوه قشطه. انا عايز 10 يكتفوني. طب اقول لك على سر، انا فخوره بيك قوي النهارده. ليه بقى؟ عشان بطلت اشرب من بق الازازه؟ لا، عشان كده ما بقتش شايل هم امك. يعني ولا فارقه معاك مثلا اللحظه بتاعت البوسه دي بتاعت لحظه الولاده. لا وايه، داخل على المولد بسم الله ما شاء الله، تقول شكل للبيع. احنا جامدين قوي، الله اكبر علينا. هي حركه واحده، كرسي في الكلوب واروح خاطف الغازيه. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام؟ 10. دي 10 صحيح. اصل ما خدتش البوسه بتاعت لحظه الولاده. لا بس عادي عادي. بس هي كل سنه بالظبط 9/10 بالثانيه لازم تروح لقطعهاني هنا على طول، عمرها ما فوتتها. بس انت خلاص كبرت بقى وبقيت فتوة قد الدنيا. وكمان خطفت الغازية ولا ايه؟ ايوه الغازية. لا مش قادر. هو ايه اللي مش هقدر فيه ايه؟ انا عايز البوسة بتاعت ماما. طب ايه بقى؟ هتبس وجع على طول. السلام عليكم. عليكم السلام. انت جاي؟ كملي يا ماما بقى، كملي. مش كنت هتقولي لي انت جعان مش كده؟ بحكم العادة زي السجاير. بص يا ماما، بص انا لابس ايه؟ ده اللي انت جايبهولي، فاكراه؟ بيدفي قوي على فكره جدا، خصوصا ان بابا مش راضي يشغل الدفايه في البيت ده. مش عارف نعمل فيه ايه الراجل ده، بس على فكره ده جلد قوي قوي. الله، تورته جميله، تورته شوكولاته اللي انا بحبها. انت طبعا حسيتي بالذنب عشان ما رحتيش تساعدي دينا في التورته بتاعتها، فعملتي لي انا بقى التورته اللي انا بحبها. متشكر يا ماما قوي. دينا دي مالهاش في المطبخ خالص خالص. طب ممكن ادوقها كده؟ شيل ايدك، دي مش عشانك. طيب انا اسف يا ماما، اسف بقى، ما تضايقيش نفسك خلاص. ماما بقى ما تزعليش مني. طب انا اسف على كل حاجه غلط عملتها زمان من وراكي. طب انا اسف ان انا عملت حاجه غلط اصلا. خلاص بقى يا ماما سامحيني. لا، مش هتقولي كلمتين تضحك عليا بيهم عشان انبسط وخلاص. مش مهم تتبسطي، يعني على الاقل نرجع زي الاول. فين الزبادي؟ انت هسوى الكند عندنا. على فكره يا كوثر، الولد ده عفيت شقي قوي قوي قوي. ماما عشان خاطر خلينا نرجع زي الاول. شفتي كل ما بتبعدي بابا بيقرب اكتر. ماما انا اسف ان ما طلعتش الولد المؤدب اللي كان نفسك فيه. وانا كمان اسفه جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عصوم هو في ايه؟ انا مبسوطه قوي انك جيت يا حبيبي، وحشتني. تعالى اقعد. جعان؟ يا ماما، بس من فضلك تحطيني من الاكل اللي هتحطيه لهشام. لا هو مش هياكل، انت اللي هتاكل يا حبيبي. انا عامله لك النهارده نجرسكو من اللي انت بتحبه، لا دقت ولا هتدوق زيي. تسلم ايدك يا حلاوه البشاميل. عملت ايه بقى النهارده في الشغل؟ عصام
ده سؤال لي انا؟ طبعا يا حبيبي. اصل انا طول عمري عايزه اسالك عن شغلك، بس مش عارفه ليه كنت بنسى. يلا قول بقى، احكي لي. ايه بقى؟ انا بتكلم مع اخوك. والله يا ماما العادي يعني. رحت عند السفير التركي، استلمت الحراسة، وقفت في الكشك قدام السفارة لحد الساعة 3 الصبح. وصلت الساعة 9 بالظبط في ميعادي يعني. فلما أنا روحت معاه، وقفت في الكشك اللي قدام بيته برضه لحد الساعة 9 بالليل وجيت يعني. كشك وقدام الكشك، شغلتك دي مثيرة جدا. أنا ممكن أعرف إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه يا حبيبي؟ في فيضان الحنية اللي مغرقني ده. ماما بصي اهو عصام ابتدى يخاف. يعني غريبة ان انا ابقى مبسوطة وانا قاعدة بتكلم معاك. مبسوطة؟ هي ماما شاربة حاجة ولا إيه؟ عصومة، انا محضرة لك حتة مفاجأة. أكيد هغير هدومي عشان بابا ياخدني الملاهي. كل سنة وعيد ميلادك الأول وأنت طيب. يا حلاوة. أنا أصلي ضميري دايما بيأنبني عشان ما عملتلكش أول عيد ميلاد، لكن النهاردة أنا بصلح غلطتي. كل سنة وأنت طيب يا عصام. لا. أنا بحبك أوي يا عصام. بحبك يا ماما. طيب خليها بقى تحط لك بافيتا عشان ما تهلطش الشوكولاته على روحك. ولا يهمك منه، سيبك منه خالص. أنا هروح الحمام وارجع لك عشان ناكل التورته مع بعض. استناك يا ماما. ايه؟ تحب اقطع لك حته من التورته تاخدها معاك وانت ماشي؟ حته ايه يا ابني؟ المفروض التورته دي كلها بتاعتي انا، لان النهارده عيد ميلادي انا. يا راجل، طب ما تيجي نشوف. مكتوب عيد سعيد يا عصام. تفتكر دي مثلا غلطه مطبعيه؟ لا بس هي عايزه تغيظني. افهم، هي عايزه تحسسني بالذنب عشان الحفله اللي عملتها هنا من وراها. مسكين. تصدق يا اتش انت صعبت عليا. معلش ايه؟ معلش نازل ايدك. معلش ايه الرخامه دي؟ اصلك معذور برضه. طول عمرك رقم واحد عند ماما. انت بتاخد 75% وانا باخد 25%. ايه هو مكتب تنسيق عبيط. مكتب تنسيق تورته ظريف. انما خلاص آن الأوان المجاميع دي تتغير. خد يا عصام اشبع بال100% كلهم. خد اشبع بيها. ما هو ده اللي هيجننك، مش كده يا ابن امك؟ انا مش ابن امي. صحيح، انا اسف، انا نسيت. انت ما بقتش ابن امك. يلا بقى ناكل التورته. يلا يا ماما. الله، هو مشي؟ قعد يهلفط بكلام رخم كده واتكل على الله. ولا يهمك منه. يلا اقطع لك التورته بقى. دي نادي بابا. ما بلاش عكنانه. عايز حته كبيره ولا حته صغيره؟ كبيره طبعا يا ماما. دوق بقى وقول لي طعمها ايه. تسلم ايدك. اوب، متشكر يا ماما قوي. حلوه ولا مش حلوه؟ الله، دي تجنن يا ماما. تسلم ايدك. اللي حضرتك لابساه على بعضه ده شكله حلو قوي. ميرسي يا حبيبي، ميرسي. ده منين؟ من وسط البلد. هما بيبيعوا هدوم في وسط البلد؟ على كده في قمصان رجالي هناك.
بيبيعوا كل حاجه يا عصام. كويس كويس كويس. اجيب لك حاجه ساقعه؟ يا ريت. ايه ده؟ شايف اخوك دخل من غير ما يمسح رجليه في الدواسه، قام وسخ لي الارض. كنت فاكره ان انا فاهماه كويس، واضح ان انا مش فاهمه حاجه خالص. معلش يا ماما ريحي نفسك، هو شكلها الارض كانت كده من امبارح. ما تدافعش عنه. خد اشرب. شكرا. الله دي تجنن التورته يا ماما، هايله هايله. يا عيني يا اتش فايته كتير قوي. تعرف يا ماما هو مش وحش قوي للدرجه دي. بعد كل اللي عمله ده؟ يا ده انت شايله منه جامد قوي. اول مره اشوفك زعلانه منه كده. قفل على الموضوع ده يا عصام. انا قصدي يعني ان حفله في البيت مش جريمه. يعني انت كنت هتزعلي قوي كده لو كانت الحفله دي بتاعتي مثلا. قلت ايه؟ بقول لك يعني انك مزعله نفسك على حاجه مش مستاهله. ايه يعني حفله في البيت؟ لا مش دي، استنى. الكلمه اللي قلتها بعد كده، الحفله دي بتاعتك انت. بضرب مثلا لو كان. اخس يا عصام، اخس. يعني الحفله دي بتاعتك. لا مش بتاعك يا ماما. لا انا مش عايزه حد يكذب عليا بعد كده، خلاص. انا ما بكدبش. انا فهمت كل حاجه دلوقتي. يعني هشام كان بيكذب عشان يدافع عنك، وانت ساكت ولا على بالك. يا حبيبي يا هشام، انا كنت عارفه ابني ما يغلطش، مؤدب، وانا كمان بعرف اربي كويس. لا لازم اصالحه، طبعا لازم اصالحه. الكلام ده غلط. هشام ماما عصام قال لي على كل حاجه. قال لك على ايه؟ قال لي ان هو اللي عمل الحفله. انت كده بتحب اخوك وبتداري عليه. عصام قال لي حضرتك ان الحفله دي كانت بتاعته هو. خد يا حبيبي التورته بتاعتك. يا سلام، الدنيا بدأت تنور من تاني. التورته دي بتاعتي انا؟ انت تستاهل 10 تورت. ايوه بس يعني هو يعني انت كدبت عليا عشان تداري على اخوك. هو انا ما كنتش حابب يا ماما والله اشوفه واقع في مشكله. خد يا حبيبي كل بالهنا والشفا. الله محدش يعرف يعمل تورته زيك ابدا يا ماما، ابدا. ولا حد يقدر ياكلها زيك يا حبيبي. بس هو عصام مش وحش برضه يا ماما يعني. ايوه انت عندك حق، خصوصا يعني انها حكايه قديمه. اقول لك احنا نسيب له حته من التورته. ماشي، احنا نسيب له 25%. اقول لك احنا نسيب له دي كلها، هتعجبه قوي. خلاص كل حاجه دلوقتي بقت حلوه، مش ناقص غير حاجه واحده بس، بوسه لحظه الولاده. مش لازم يعني يا ماما، يعني هو انا اصلي كبرت على الحاجات دي يعني. بس ده لو ده هيبسطك يلا انا مستعد. تعالى يا حبيبي. كل سنه وانا طيب. فين التورته؟ وانا اللي بقول عليك جن
طلعت ابن امك.